هنبتدي النهارده مع بعض الكونسبشوال فريم ورك. الكونسبشوال فريم ورك احنا قلنا ان احنا عايزين نعمل اطار عام ليه؟ علشان نعمل حاجه اسمها فاينانشال ريبورتنج. ولازم افرق ما بين الفاينانشال ريبورتنج والفاينانشال ستيتمنتس. لازم يبقى في تعرف ايه الفرق ما بينهم. في فاينانشال ستيتمنتس اللي هم ايه؟ اللي هم انكم ستيتمنت اللي هي قائمه الدخل او الستيتمنت اوف بروفيت اند لوس. هنتكلم عنها بالتفصيل الممل لسه في الشابتر اللي جاي. وهنتكلم على الانكم ستيتمنت والبالانس شيت، الستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن، المركز المالي او باختصار البالانس شيت. وهنتكلم على الكاش فلو ستيتمنت. وهنتكلم على الاونرز ايكويتي ستيتمنت. وطبعا هنا لازم تعرف الانكم ستيتمنت بقى فيه مصطلح جديد OCI من 2005 بدأ يظهر، اللي هو other comprehensive income. طيب هي دي القوائم الماليه. احنا بنتكلم عن القوائم الماليه؟ لا، احنا الكونسبشوال فريم ورك معمول للفاينانشال ريبورتنج مش للقوائم الماليه بس. طب ايه الفرق ما بين الريبورتنج والستيتمنت؟ الستيتمنت دي جزء من الفاينانشال ريبورت. التقرير المالي بيشمل حاجات اعم، بيشمل تقرير كلمه رئيس مجلس الاداره وكلمه السي اف او، بيشمل حاجات كتير، وبيشمل احنا متوقعين هنعمل ايه في المستقبل، بيدي لك معلومات مهمه جدا عن الشركه، فده اسمه تقرير مالي. فاحنا بنحكم الحته دي. فاحنا مش بنتكلم على الفاينانشال ستيتمنت بس، لا احنا بنتكلم على التقرير المالي ككل. فده الفاينانشال الكونسبشوال فريم ورك معمول مخصوص عشان الحته دي. طيب يبقى الاوبجيكتيف الاساسي بتاعنا الفاينانشال ريبورتنج. يبقى ده انا عيني على الفاينانشال ريبورتنج. انا هدفي ان انا اعمل اطار الناس اللي تطلع تقرير مالي يعملوا فيه ايه. ده هدفي من الشابتر ده كله. طيب انا دلوقتي عايز اعرف ايه هي الكونسبتس اللي خاصه بالكونسبشوال فريم ورك. ايه المفاهيم الاساسيه اللي احنا هنشتغل عليها. انا هدفي الاول ان انا احط باوندريز. اول حاجه باوندريز of financial reporting. انا عايز احط ايه؟ حدود. احط ايه في التقرير وما احطش ايه. انا عايز اعرف انا ممكن اعمل ايه وما اعملش ايه. فانا محتاج احط حدود للتقرير. مش كل معلومه اقوم جاي راميها في التقرير وخلاص، لا. ومش كل معلومه اسحبها من التقرير من غير ما ارجع لاي حد، لا. فلازم احط هنا باوندريز. ده الهدف من الكونسبشوال فريم ورك. يبقى الفاينانشال ريبورتنج بيحتوي على ايه؟ لازم احط له حدود معينه. ايه التقرير اللي احطها وايه الحاجات اللي ما احطهاش. تاني حاجه انا لازم اعرف ان انا عندي 3 حاجات. في ترانزاكشن وفي ايفنت وفي سيركمستانسز. ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ الترانزاكشن دي الحاجه اللي بتاثر على القوائم الماليه، فلازم تتسجل في القوائم الماليه، اللي هي الفاينانشال ستيتمنت. انا دقيق في كلامي. يبقى الترانزاكشن حاجه حصلت في الشركه ولازم تتسجل في الفاينانشال ستيتمنت. ليه؟ علشان دي حاجه اثرت على الاسيتس او اللايبيليتي او الاونرز ايكويتي او الريفينيو او الاكسبنس، اثرت على حاجه من الخمسه دول. طالما اثرت على حاجه من الخمسه دول يبقى اسمه ترانزاكشن. فانا بحكم الحته دي عن طريق برضو ده البيز دوت الكونسبت بتاع الكونسبشوال فريم ورك. ده الكونسبت رقم 2. يبقى ده كونسبت رقم 1. بحط باوندريز، بحط بعد كده بشوف ترانزاكشن. طب ايه الايفنت؟ الايفنت حدث مهم في الشركه. احنا تعاقدنا مع هيئه السلع التموينيه او مع وزاره التموين او مع ايا كان جهه هتشتري مني 10000 طن دواجن خلال السنه اللي جايه. ده حدث مش ترانزاكشن. انا لسه ما سجلتوش، انا مجرد تعاقد ما بيتسجلش، لكن ده حدث لازم افصح عنه. لازم اقول للناس خلي بالكم يا جماعه في حاجه هتحصل السنه الجايه انا هتخليني بومينج، هتخليني ان انا عامل حاجه كويسه في السوق، او هتخليني ان انا الشركه بتاعتي تجيب حق ارباح كويسه. يبقى ده ايفنت. انا عينت سي اف او او عينت سي او راجل كان قوي جدا ومؤثر في شركه كبيره ثانيه، فانا هعينه هيجي لي السنه الجايه، فده ايفنت. هو لسه ما قبضش مني، ده ايفنت. فانا لازم اقول حاجه زي كده. سيركمستانسز اي حاجه بتحصل للمحاسب قبله اي ترانزاكشن يجي يرجع للمعايير اللي هي الاي اف ار اس. الانترناشونال فاينانشال ريبورتنج ستاندرد، جه يرجع لها ما لقاش فيها حاجه.
طب انا الترانزاكشن ده حله ازاي؟ اسجله ازاي؟ ما انا مش لاقيه في المعايير. طب ارجع لمين؟ فهرجع للاطار العام ده، للكونسبشوال فريم ورك ده، اسجله بقى، ابدا اسجله. فهي دي الحاجه، ترانزاكشن وايفنت وسيركمستانسز، حاله خاصه. فانا اعمل لنفسي معيار من السيركمستانسز ده. منين؟ من الكونسبشوال فريم ورك. امشي تبع الكونسبشوال فريم ورك بالظبط، هعرف اعمل لنفسي اسجله ازاي بالظبط. يبقى ده كده السيركمستانسز. طب رقم 3، انا لازم اعمل ريبورتنج. انا هعمل هنا، هطلع تقرير، فهعمل ريبورتنج، او بلاش ريبورتنج، هنعمل ريكوجنيشن. هنعمل ريكوجنيشن ازاي؟ ريكوجنيشن ومش هعمل ريكوجنيشن بس، وميجرمنت كمان، وميجرمنت. انا لما باجي اسجل هعترف بالايراد مثلا. طب عشان اعترف بالايراد، هيعترف بيه ازاي؟ فهو هيعلمك ازاي هنا تعترف بالايراد، ازاي تعترف بالمصروف. انا مثلا قبضت بضاعه، انا بعت بضاعه يوم 10 في اكتوبر مثلا، في شهر 10، وحصلت فلوسها في شهر ديسمبر. اعترف بالبيعه هنا ولا اعترف بالبيعه هنا؟ فهنا المعيار يقول لك انا حصلت الفلوس هنا، الكاش جالي هنا، انما انا بعت هنا، وديت البضاعه هنا، عملت دليفري للبضاعه هنا اهو. فانا طالما عملت دليفري للبضاعه اعترف بالايراد. مين اللي هيقول الكلام ده؟ الريكوجنيشن ده. يبقى ده الكونسبت رقم 3. وقيمه البضاعه كام؟ يعني مثلا انا كنت شاري بضاعه في اول السنه ب $50 مثلا، $50,000. قيمتها السوقيه في اخر السنه بقت سي مثلا $60,000. الميجرمنت اسجلها بال50 ولا اسجلها بال60؟ ما هو مين اللي هيقول؟ الكونسبشوال فريم ورك يقول لك تعمل ايه، يقول لك، هيوضح لك تعمل ايه. كمان اخر حاجه، ازاي اعمل سامري. انا بعمل سامري، بعمل الريبورت بقى نفسه، بطلع التقرير ازاي اعمل سامرايز للفاينانشال ريبورتنج. ازاي اعمل التقرير والخصه بقى بحيث ان الناس يطلع بشكل الناس كلها تعرف تقراه، اي حد عايز يقراه، سواء كريديتور، سواء انفستور، سواء اي حد، سواء بنك، سواء فاينانشال انستتيوشن، اي حد يعرف يقرا التقرير ده، يبقى بعمل له سمرايز. يبقى هي دي البيزك اليمنتس او الكونسبتس الاساسيه، دي البيزك كونسبت اوف كونسبشوال فريم ورك. يبقى انا بعمل ايه بالظبط؟ انا هنا هدفي ايه؟ ان انا احط باوندريز للفاينانشال ريبورتنج، اللي يتحط واللي ما يتحطش. بشوف الترانزاكشن والايفنت والسيركمستانسز، ايه الحاجات اللي تتسجل، ايه الاحداث اللي ما تتسجلش بس مهمه ولازم اذكرها في التقرير، وايه السيركمستانسز حاجه مش موجوده في المعايير، اعمل فيها ايه؟ فهتشتغل عليها هنا. اعمل ريكوجنيشن وميجرمنت. ريكوجنيشن يعني اعترف امتى بالايراد، وميجرمنت اقيس القيمه اللي هسجلها بكام، احطها بكام، لان القيم بتختلف. السامرايز الخص بقى التقرير في الاخر واطلعه للناس بشكل كويس ازاي. طيب مين اللي بيستفيد او مين اللي محتاج الكونسبشوال فريم ورك؟ احنا بنعمله ليه؟ لمين؟ ايه اللي بيحصل؟ بصراحه الاثنين، يعني مينلي الاثنين. للناس البورد الانترناشونال اكاونتنج ستاندرد بورد، الناس اللي بتعمل المعايير. الناس دي محتاجه انها تفكر بشكل معين عشان هم بيطلعوا المعيار ما يطلعوش بدماغ مختلفة. بمعنى ايه؟ كل واحد له دماغ، فكل واحد يكون يشوف الحاجة من وجهة نظره ويقول لك انا المعيار انا شايفه يتعمل بالطريقة دي، الناس تسجل بالطريقة دي، ده من وجهة نظره هو. طب ما هو ده له وجهة نظر، وده له وجهة نظر، وده له وجهة نظر. طب هنعمل ايه؟ هنمشي بأنهي وجهة نظر مين؟ لا، احنا نرجع بقى للكونسبشوال فريم ورك. خلاص، فمش بالدماغ. ممكن واحد وجهة نظره النهارده حاجه، كمان سنتين ثلاثه خد خبرات اكتر احتك بالسوق اكتر واحتك بشركات اكتر، ياخد قرار تاني في نفس الموقف. ليه؟ لان هو اكتسب خبرات. فهنا احنا مش هنعتمد بقى على دي، مش هنعتمد على دماغ البني ادمين، لا احنا هنعتمد على الكونسبشوال فريم ورك اللي احنا عاملينه دوت. وباي ذا واي الكونسبشوال فريم ورك لحد النهارده لسه ما كملوهوش. هم كملوا فيه، هو 5 شابترز، كملوا فيه 3 او 4، لسه في شابتر كامل ما كملش. عشان بس نبقى احنا عارفين هم واصلين لحد فين. ما هو مين اللي بيعمل الكونسبشوال فريم ورك؟ الاي اس بي. فاحنا بندرس الجزء اللي خلصان. طيب الاي اي اس بي يبقى انترناشونال اكاونتنج ستاندرد بورد، عمل
كونسبتس معينه او عمل كونسبشوال فريم ورك علشان الناس عشان اهم حاجه الحاجات دي اهم حاجه في الكونسبشوال فريم ورك. طب تاني حاجه ايه؟ ان انا ازود الاندرستاندابيلتي امبروف. انا عايز اطور understandability and confidence دي اهم حاجه. confidence of investor and creditor دول الاساس بالنسبه لي. انا عايز اعمل ايه؟ انا بعمل كل ده ليه؟ انا ليه وجع قلبي اعمل كل ده ليه؟ علشان افهم وادي ثقه للمستثمر انه يحط فلوسه في الشركه اللي هتطلع تقرير مالي، اللي هتطلع فاينانشال ريبورتنج دي. ده الهدف. فلما المستثمر يضخ فلوسه في الشركه هو واثق ان الشركه بتطلع تقرير محترمه، واثق ان الشركه عندها كلام محترم بتطلعه وخلاص بقى وفاهم التقرير اللي بتطلع، فانا اقدر اخد قرار انا عايز فعلا استثمر في الشركه ديت. فالفلوس بتاعته مش هتضيع، هو عارف هو بيعمل ايه، هو عارف حاطط فلوسه فين. فده الهدف الاساسي من ورا المعايير اصلا، ان انت تحاول تجيب رؤوس الاموال للشركات الناجحه اللي بتطلع تقرير مظبوطه، علشان الشركات دي تكبر اكتر واكتر وتبقى تدي هيلثي للاقتصاد ككل. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الكونسبت الاساسيه 4، واتكلمنا عن مين اللي بيحتاج الكونسبشوال فريم ورك، مينلي الاي اس بي وتو امبروف اندرستاندابيلتي اند كونفيدنس اوف انفستور اند كريديتور. اشوفكم في الفيديو اللي جاي.